السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده الجمعه وقلنا نعمل مع بعض ايه؟ كشري. بصوا انا مجهزه شويه مكرونه كده من المكرونه الصغننه دي، والمكرونه دي الاسباجيتي دي، وطبعا البصل دوت عشان نحطه على الوش كده، والبصل ده هنعمله للرز. وهنروح دلوقتي على البوتاجاز، انا مولعه على الميه وبجهز الحاجه، وهنشوف على البوتاجاز هنعمل ايه. وهنا بقى وانتوا معايا على البوتاجاز كده، فاكرين البطرمانات اللي احنا عملناها مع بعض دي؟ هنحط ايه؟ شويه ملح كده لسليق المكرونه، وابدا بقى انزل بالايه؟ المكرونه بتاعتنا اهي. وكده دلوقتي بننزل بقيه المكرونه التانيه. تمام كده. طبعا البصل عايز يتحمر. بصوا اهو البصل بتاعنا، بحب احط عليه شويه ملح كده اهو. بصوا حبه صغننين كده، واقلبه علشان ما يشربش زيت، وفي نفس الوقت يبقى تحميره واحد. بصوا وانزل بقى بالبصل كده اهو. اهو البصل بتاعنا احنا عاملينه كبير شويه عشان يبان على وش الطبق اهو. كده نزلنا بالبصل وسقطنا المكرونه. وهنا بصوا بقى بنزل بشويه زيت، عشان طبعا ده بيديها لمعه وبيخليهاش تمسك في بعضها خالص. تمام كده. وطبعا البصل بتاعنا اهو، انا بحاول ان انا اسويه كده اهو، عشان كله طبعا يبقى طايل الزيت. تمام كده. ونيجي هنا بقى، ده الحمص بتاعنا هوريهولكم اهو. بصوا كنت نقعاه قبل ما اعمل الايه الكشري، قبل ما اسلقه. وطبعا هنا معانا الايه العدس ابو جبه بتاعنا. بصوا الحلل بتاعتي الصغنونه دي انا بحبها قوي. حطيت له زيت وحطيت له فلفل اسمر، ونديله حبه زيت كمان عشان يدي لمعه. الحاجه اللي تخلص خلاص اهي. بصوا الكشري بتاعنا، بصوا الزيت بيدي لمعه حلوه قوي للعدس، وما يخلوهوش بيمسك في بعضه. وانا بحبه يكون متماسك. بتاع الكشري بيعملوا مهروس، لكن انا بحبه الواحده بوحدتها. ده كده الايه العدس بتاعنا. وطبعا الحمص بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. ونرجع تاني للايه للمكرونه بتاعتنا اهي. بصوا جمالها، ومش بتمسك في بعضها عشان الزيت والملح طبعا. وهنا البصل بتاعنا، وهنجهز بقى عشان نعمل الرز مع بعض. وهنا بقى دلوقتي دي الحله، انا ما بحبش اعمل رز كتير اهو. دي الحله اللي هنزل فيها بالايه بالبصل بتاعنا عشان نعمل الرز. طبعا انا بحط في الرز حوالي معلقتين عدس. هروح بقى ايه البصله تتحمر كده، وانا هروح اغسل الرز واجهزه عشان نسقطه مع بعض. بصوا طبعا البصله اتحمرت، بس انا بروح طشاها. بصوا بقى معانا الايه الكاري وفلفل اسمر، والدقه بتاعتنا اللي فيها الكمون والكزبره وكل حاجه، ودي السبع بهارات بنزل بيها على البصل كده علشان نعمل تكه الايه التحميشه كده، ان احنا نحمر الايه التوابل. مش قادره اقول لكم على الريحه، بقت فظيعه. بنوطي عليها النار بقى عشان تستوي على نار هاديه، تدفى كده وتطلع ريحتها. وده نص كيلو رز بمعلقتين 3 عدس اصفر. وانزل بصوا الجمال بقى. هتحسوا ان انتوا عندكم كشري ما اتعملش قبل كده، جربوه بطريقتي. بصوا بنزل بقى، ده طبق غسيل الرز بيصفي الميه الزياده اهو. تمام كده. وابدا بقى ان انا اديله تشويحه، عشان واكون مجهزه الميه السخنه عشان انزل عليه بيها. بصوا انا بدي للرز بقى التشويحه الجامده دي عشان يتفاعل مع الايه التوابل اللي حطيناها فيه. بصوا بديله تحميره كده واعلي عليه عشان عايزه الرزايه تتحمر. بصوا تحمير الرزايه ده بيساوي كشري صح الصح اهو. بصوا طبعا اهو، انا حابه بس اوريكم التكه دي. المكرونه عندنا عايزين خلاص نصفيها اهي. واجيب بقى الايه الكاتل بتاعنا. الكاتل بتاعنا بصوا بحط الميه بتاعه الرز اهو. لازم تبقى تعدي الرز بصباع، بعقله صباع بالظبط، عشان تقدري تتعاملي مع الرز وتطلعيه صح الصح
اهو. الفرق بين الرز وبين الميه لازم يبقى عقله صباع اهو. بصوا طبعا هو كده محتاج ان يتزود شويه كمان، بس هدوق التوابل بتاعتنا وهنشوف الملح بتاعه عامل ايه. طبعا بصوا البصل بتاعنا خد لون موحد اهو. هبدأ بقى على منديل مطبخ اطلعه، عشان المنديل ده من خامة زي خامة القماش بيشرب الزيت الزيادة اهو. طلع البصل ونروح نشوف تصفية المكرونة. بقى انا حاطه زيت برضو، وهنزل بالمكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها اهي. بصوا شايفين المكرونه مفلفله ازاي؟ عشان اديها بصوا تقليبه كده مع الزيت اللي احنا حطيناه اهو. وممكن احط لها شويه فلفل اسمر لو محتاجه حاجه. بصوا شكل المكرونه ما شاء الله موحده اهي ومش متماسكه مع بعضها طبعا. وهنا الرز زي ما قلت لكم زودته الميه بتاعته. هنيجي بقى لهنا، انا بعمل ايه بقى؟ باخد زيت من البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، باخده اهي. اعمل فيه ايه؟ هعمل فيه الصلصه بتاعتنا. هعمل ايه بقى كده؟ بروح هزق بقى المكرونه كده واسيبها تطلع ايه السخونيه بتاعتها كده عشان ما تجمدش وتلزق في بعضها. واجي بقى على هنا مكان البصل ده هروح جايبه الثوم بتاعنا اهو. طبعا الزيت كده كده سخن عشان كنت لسه محمره فيه الايه البصل. وانزل بالثوم، يبقى دي طعمها بقى ثوم وفي بصل في نفس الوقت لان انا محمره فيها البصل. واجي بقى بالثوم اعلي عليه بقى سنه كده، اعلي عليه سيكه، وانزل بالايه بالثوم كده واديله تقليبه، واروح حاطه التوابل برضو علشان التوابل دي هتاخد في النار تشويحه تمام كده. وعشان تبقى مشطشطه وتبقى هنحط لها تركه كده بسيطه. عارفين الفلفل الاحمر اهو؟ انا بحب احط الفلفل الاحمر ده اهو، ده بيخليها مشطشطه وحلوه جدا جدا. دي بيقولوا عليها بقى الشطه الاسواني اهي. طبعا بحمرها كده مع الثوم عشان بترجع فريش تاني. وطبعا القوطه مضروبه في الخلاط وجاهزه. اول ما التومه تتحمر بروح نازله عليها بالايه بالطماطم. وهنا بقى بصوا بحط بقى الشطه عشان ايه؟ احط لهم شطه ببقهم تمام كده. واجيب بقى الطماطم بتاعتنا في المرحله دي بصوا اهي، وانزل بقى بالطماطم بتاعتنا عشان اعمل لهم كوكتيل شطه. القرون مع في شطه مضروبه في الخلاط مع شطه حمراء وايه نشطشطهم. وهنا بصوا بقى عشان يبقى ايه توم اند بصل، باخد معلقه زيت اهي صغننه ماشي، واكون مجهزه معايا التوم. بطرمان التوم اهو معايا، هنزل عليه بقى بايه بمعلقه اهي. ومن قبل ما تتحمر اكون مجهزه معايا الكمون، معلقه كمون اهي، ومعلقه ملح. خلاص انا اديت الثوم تحبيشه كده اهو، ومعلقه ايه ملح صغننه، ومعلقه مرق الدجاج اهي. هجيب الليمونه دلوقتي. بصوا بنعصر الليمونه كده لحد ما ننزل كل اللي فيها اهو، كل اللي فيها نزل اهو. يعني انت من ليمونه واحده تقدري تعملي الحله دي كلها وتنزلي بالليمون بتاعك اهو. وادي بقيه الليمونه التانيه اهي. وكده بابسط طريقه عملنا الليمون بتاعنا. طبعا خلاص كده هي اتظبطت، فاضل ايه الخل. انا بحطه اخر مرحله. ادي الخل بتاعنا اللي هيفتحها ويخليها جميله اهو.
وكده بقى نقدر نقول احنا خلصنا الكشري. بصوا الرز اهو بالظبط 10 دقايق تخلصي كل حاجه، والمكرونه ودي الصلصه، وعملنا الحمص والبصل. ونروح بقى نشوف هنغرف ونوريكم الاكل بالشكل النهائي. بصوا بقى هنا هنبدا نغرف الايه الصلصه بتاعتنا. بصوا شكلها وقوامها جميل جدا اهي. وفين بقى ندور على قرن فلفل اهو، شايفين الفلفل العايم ده اهو. نبدا احنا بقى نشوف احنا هنبقى كام، ونبدا نغرف الايه الكشري بعدد الصلصه بعدد الموجودين. طبعا انا ملحت الحمص اهو شايفينه اهو. كده غرفنا الصلصه بتاعتنا. نجيب القرن الفلفل ده اللي مش عايز يجي اهو. بصوا الصلصه بتاعتنا في منتهى الجمال. وابدا بقى استعد بالايه بالليمون بتاعنا. وهنا الحمص ده بنحطه على الوش. تمام كده الغرف. بصوا الرز مفلفل وجميل قوي قوي اهو. بصوا شايفين جمال الرز. ونبدا بقى نجيب الطبق التاني اهو. بنعمل مرحله مرحله. نخلص الرز وبعدين نخش في المكرونه اهو. بصوا الكشري ما بياخدش معانا نص ساعه ونكون خلصنا كل الحاجات اهو. الرز بتاعنا اتغرف في غريف المكرونه اهي. بصوا بنحب نعمل زي الكنيش كده اهو. طبعا في اطباق مخصصه بقى للرجاله بنحطها بقى في حاجه تانية. دول اهو بصوا. ولسه بقى نحط له بقى عدس والكلام ده. المكرونه بتاعتنا اهي. العدس بقى بيدي شكل بقى بني هنا فوق على الوش بعد المكرونه، بيخلي شكلها حلو قوي. هنا بقى بصوا احنا غرفنا المكرونه وغرفنا الرز. ونبدا بقى نجيب العدس بتاعنا. بصوا بنحب نعمله ايه زي الكنيش كده. هنجيب الحله بتاعتنا اصلا وناخد منها كده. بصوا العدس بالفلفل الاسمر بيخليه تحفه. بصوا نعمله كده زي التورتايه، انه لا مش كشري ده تورته. اهو بصوا. وابدا بقى على الطبق ده الاخر اهو. كل واحد بياخد الطبق اللي بيقدر عليه. ماشي. انا عايزه نص طبق مش طبق كامل اهو كده. تمام كده. ونبدا بقى نجيب الايه الحمص بتاعنا اهو. نعمله برضو كده عشان ايه اهو. تمام كده. كل الاطباق معاه الحمص بتاعها. تمام. واجي بقى في طبق من طبقات الايه الصلصه بتاعتنا، واعمل كده شكل دائري اهي. بصوا بيخلي شكل الطبق جميل. وممكن على الاحراف كده اهو كل قطعه حبه كده. واخد القرن الفلفل الجميل ده احطه هنا. بصوا اهو كده تعملي كده طبقك تخليه العين بتاكل قبل البق اهو. بصوا اهو. وارجع تاني املاه تاني يعني مش هتفرق اهو. بصوا اهو. ناخد طبق تاني ونرجع تاني نملاه اهو عشان نخلص مع بعض اهو. بصوا بيدي ميكس جميل مع الالوان مع بعضها، بيغير الشكل خالص. انا حبيت بس اوريكم التكات بتاعتي اهو. ونروح للطبق بتاعنا الاخير ده اهو. وطبعا قرن الفلفل في النص كده اهو. شايفين يعني حتى الطبق متكامل. يعني ممكن ما يحطوش هما صلصة، هي مكتفية اهو. وطبعا جاهزة بالبصل اهو اللي بيدي طبعا شكل. ممكن تحطيه رصة كده يدي شكل حلو اهو. وكشري في السريع جميل اهو. ونضيف طبعا انت عارفة عملتيه في بيتك بأنهي شكل. والنظافة طبعا مضمونة اهو. شايفين الجمال. والليمون بتاعنا بروح برضو مديه تكه كده اهو
عشان يظبط الاداء معانا اهو. طبعا الحمص انا حاطه عليه خل ومتبلاه اهو. بصوا دي بقى الاطباق اللي ايه اللي اتغرفت يعني. هروح بقى اكمل اطباق الصلصه واجيلكوا وتشوفوا الشكل النهائي. وهنا كده بصوا الشكل النهائي للكشري بتاعنا. بصوا الجمال، بصوا الشياكه يعني. بصوا لما الف الطبق حتى الناحيه التانية اشيك كمان اهي. بصوا ما شاء الله، وفي منتهى الجمال وفي منتهى النظافه. اتمنى تجربوه بطريقتي، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.